من العادي إلى الفخم. تمهل قليلا قبل أن تغادر. أترى هذا التمر المنثور أمامك؟ هو في أصله منتج بسيط، فماذا لو أخبرتك أن نفس هذا التمر يمكن أن يباع بسعر مضاعف؟ ليس هذا سحرا، إنما هو مشروع تغليف التمور الفاخرة. أنت لا تبيع تمرا فحسب، أنت تبيع هدية، تبيع أناقة. الخامات، مشروعك يبدأ من هنا. فبماذا نبدأ؟ إن رأس المال يسير. ستحتاج إلى تمور من درجة أولى، وصناديق خشبية، وقليل من الخيش وشرائط الستان. وكل هذه الأشياء موجودة في أسواق الجملة، أي أن مشروعك بأكمله سيبدأ من غرفة في بيتك، لا محل ولا إيجار ولا عمال. أنت المدير والصانع والمحاسب. السرعة يساوي المال، والأمر أيسر مما تتخيل. ستفرش الخيش في الصندوق، وترتب التمر، ثم تربط شريط. الصندوق لا يستغرق وقتا، أي أنك في ساعة واحدة تستطيع أن تجهز عددا كبيرا من الصناديق. ولست بحاجة أن تكون فنانا، فالزبون يشتري الشكل النهائي النظيف. وسأترك لك في الوصف أماكن لشراء الصناديق الجاهزة بسعر زهيد. العميل الذي سيدفع، ولمن ستبيع. ركز معي جيدا. أولا، الشركات، فكل شركة تحب أن تقدم لموظفيها هدية في المناسبات. ثانيا، محلات الورود والهدايا، فهم يشترون منك بالجملة. ثالثا، حفلات الزفاف، فالعروس تبحث عن توزيعات ذات مظهر فخم. اذهب إلى بضع شركات قريبة منك، واعرض عليهم عينة. ستعود بطلبية كبيرة. الخلاصة، والآن دعنا نفكر معا بهدوء. الصندوق الواحد تكلفته عليك زهيدة، وتبيعه بسعر مرتفع، أي أن هامش الربح في الصندوق الواحد كبير. وعندما تنتج عددا كبيرا من الصناديق، فإن العائد المالي يكون مجزيا جدا. هذا هو مشروع الموسم. ولو أردت الطريقة بالتفصيل، فاشترك في قناتي. مشروعك جاهز، وفعل زر الجرس.